ازيكم يا جماعه واهلا بيكم في كورس بريمير برو للمبتدئين. في اول الكورس خالص احب اطمنك واطمنك ان خطوه ان انت تتعلم ازاي تبقى فيديو اديتور من افضل الخطوات اللي انا كمان اخدتها. من واحد كان بيشتغل 12 ساعه كل يوم بمرتب 2400 جنيه لواحد الحمد لله وبتوفيق ربنا بارباح اكتر من 20,000 دولار. انا عزيز توب ريتد فريلانسر على ابورك لمده 3 سنين والحمد لله وبتوفيق ربنا اشتغلت مع عملاء من كل حته في العالم وفي معظم المجالات. اشتغلت الحمد لله في مجال الفلوجز والسفر حوالين العالم، وفي مجال الطبخ والوصفات، وفي مجال الجيم والفتنس والنيوتريشن، وفي المحتوى التعليمي. الانستراكتورز بيقدموا كورسات باكتر من 1500 دولار في الكورس. في الكورس بتاعنا ان شاء الله احنا هنتعلم ازاي ننظم الشغل بتاعنا والملفات بتاعتنا قبل ما ندخلها للبرنامج، وهنتعلم ايه هي واجهه البرنامج وازاي نحط الفيديوهات عليها وكل بانل فيهم عباره عن ايه وبتعمل ايه. وكمان هنتعلم ازاي نعمل سيكونس وازاي نحط الفيديوهات عليه وايه هي الحاجات الصغيره اللي بتفرق من فيديو اديتور للتاني. وبكل دوت ان شاء الله انت هتعرف ازاي تعمل فيديو كامل، مش مجرد واحد بيعرف الادوات دي بتدوس ايه ودي الاداه دي بتدوس ايه، تبقى فيديو اديتور بيجيب ارقام. طب الكورس ده لمين؟ الكورس ده ليك لو انت عايز تعمل محتوى على السوشيال ميديا، او انت فريلانسر وعايز تشتغل مع عملاء بره وتحسن مستوى دخلك، او عندك البيزنس او المشروع الخاص بتاعك وعايز تعمل الفيديوهات بتاعته. في كذا حاجه هنعملها ان شاء الله هتخليك توفر وقت وتستفيد بالكورس دوت اقصى استفاده. اول حاجه فيهم وهي ان الكورس هيبقى متقسم لفيديوهات صغيره بحيث ان انت تقدر تتفرج على فيديو واثنين والثلاثه وتطبق عليه. تاني حاجه في كل فيديو هتتفرج عليه هتلاقي تحتيه في الديسكربشن PDF تقدر تنزله فيه سكرين شوت لكل حاجه انت اتعلمتها في الفيديو دوت. ده غير تالت حاجه واللي هي المفروض في كل اخر فيديو هتلاقيني بقول لك ايه الحاجات اللي المفروض اتعلمتها وطلعت بيها من الفيديو ده. رابع حاجه عشان اسهل عليكم اكتر ان شاء الله ان الكورس هيبقى موجود باللغه العربيه، وده عشان في ناس كتير جدا اشتكت ان هي في حاجات ما بتفهمهاش. طبعا في البرنامج في حاجات كتير جدا هتلاقيها بالانجليزي لان واجهه البرنامج اصلا ما بتدعمش ان الحاجه تبقى مكتوبه بالعربي، فانا على قد ما اقدر هشرح لك كل حاجه بالتفصيل. اخر حاجه واللي انا عارف ان معظم الناس هتبقى عايزه تكمل عشانها، وهي ان شاء الله ان احنا في اخر الكورس مش هنبقى بس بنعمل بروجكت كامل مع بعض، لا بالعكس ده احنا هنعمل مسابقه قيمتها $100 لاول 3 اشخاص في المسابقه دي. تفاصيل المسابقه ان شاء الله هتبقى في اخر فيديو في الكورس دوت. وما تقلقوش المسابقه هتبقى بسيطه جدا، مجرد بس اللي انا عايز اتاكد ان معظم الناس استفادت فعلا بالكورس. وان شاء الله بعد الكورس دوت ما يخلص هنعمل سلسله صغيره عباره عن اديت على حسب المحتوى، واللي هي عباره عن نتعلم فيها ازاي نعمل اديت لكل محتوى لوحده. لو عايزين نعمل محتوى للجيم او محتوى للكوكينج والطبخ والوصفات، او لو انت عايز تعمل محتوى عايز تعلم الناس فيه حاجه زي مثلا المدرسين، كل ده ان شاء الله هتلاقيه في السلسله دي. وبما اننا وصلنا لاخر الفيديو فانا احب اجاوبك على سؤال كنت بساله نفسي من اول ما بدات ومتاكد ان هو موجود عندك دلوقتي: تبتدي في بريمير ولا دافنشي ولا فاينل كات برو؟ وهجاوبك على السؤال ده في حاجتين. اول حاجه فيهم لازم تاخد بالك ان ادوبي دلوقتي بقت اندستري ستاندرد، يعني هي المقياس في المجال بتاعنا بتاع صناعه الفيديوهات عامه. هتاخد بالك من دوت لما تلاقي عملاء بتتكلم معاك وتقول لك خد البروجكت دوت كمل عليه عايزين نعمل حاجات معينه، او اما تخلص البروجكت اللي معاك هاته عشان عايز اكمل عليه. وهتلاقي معظم صناع المحتوى او الكونتنت كريتورز عامه سواء في مصر او بره كانوا بيشتغلوا فيديوهاتهم بنفسهم وكانوا بيشتغلوا على بريمير. تاني حاجه بتعجبني الصراحه في منتجات ادوبي وان هي كل حاجه تقدر تعملها انت بس لاقي الطريقه، غير مثلا السوفت ويرز الثانيه اللي انت هتلاقي نفسك طب دي بتتعمل هنا ولا لا، الابديت الجديد بيعملها ولا لا. بس عشان نبقى بنتكلم بكل امانه دافينشي ريزولف احسن بكتير جدا من منتجات ادوبي كلها في مجال تلوين الفيديوهات. فانت بعد ما تخلص الكورس ان شاء الله لو حبيت تخش المجال جامد وتبقى بروفيشنال هتتعلم دافينشي ريزولف. ما تحسش الموضوع طويل والسكه طويل، لا انت هتفضل ان شاء الله طول الوقت بتتعلم، كل ما بتتعلم سعرك بيزيد. ما تنساش الحاجه شبه دي. ويلا بينا نبدا الدرس الاول. وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتعمل لي لايك للفيديو دوت.